السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده باذن الله هنتكلم مع بعض عن البلس اللي هو قياس النبض. هنتكلم عن النبض، هنتكلم عن حاجتين النهارده بشكل اساسي. هنتكلم رقم واحد عن السايتس، ايه الاماكن اللي بقدر اقيس فيها النبض. رقم اتنين هنتكلم على الكومنت اللي هو التعليق، انا بعلق على ايه في النبض ده. يعني ببساطه انا مثلا جيت دلوقتي بقيس النبض في اشهر مكان لقياس النبض اللي هو عند الراديال ارتري، اللي هو شايف الشريان ده، الشريان اللي هو ده اسمه الراديال ارتري، اللي هو ده اللي عمله باللون الاخضر ده، تمام؟ اسمه راديال ارتري، تمام. الشريان ده مشهور جدا، وده يعني معظم الحالات عامه بنقيس النبض في المكان ده بالظبط. بنحط 3 صوابع هنا، تمام، وهنبدا نقيس النبض. انا خلاص عرفت السايت او المكان هو راديال ارتري. بعد كده محتاج اعمل كومنت، يعني ابدا اعلق. طيب هعلق على ايه؟ انا هعلق على 5 حاجات، تمام. هنعلق على 5 حاجات ان شاء الله اكلمك عنهم، تمام. ولكن خليك عارف بشكل عام، احنا النهارده السكيما بتاعتنا مطلوب منك حاجتين: تعرف السايت، ايه الاماكن اللي بقيس فيها النبض. رقم اتنين تعرف في كومنت وان انا بعلق على 5 حاجات، تمام. طيب مبدئيا خليني كده اكلمك بشكل اساسي يعني ايه النبض ده اصلا. النبض هو بيمثل بالظبط الانقباض بتاع القلب بتاعك. يعني ايه؟ يعني مثلا القلب بتاعك دلوقتي بيعمل حاجه اسمها سيستولي او سيستول اللي هو انقباض، تمام. وبعد كده دايستول، تمام، اللي هو انبساط. قلبك بينقبض بيت، بعد كده يبدا ان هو ينبسط، ينقبض بعد كده ينبسط، تمام. وقت ما القلب بينقبض بيبدا يضخ الدم من الليفت فنتريكل، اللي هو الجزء ده كده، التشامبر ده، الاوضه دي اسمها الليفت فنتريكل. يبدا يضخ الدم دي الاورطه، الشريان الاورطي، تمام. بعد كده الدم يمشي من الاورطه ويروح يتوزع لكل الشرايين اللي موجوده في جسمك. يبدا بعد كده يروح بقى لكل الشرايين، سواء راديال، فيمورال، كاروتيد، اي ارتري في جسمك عامه بيمشي فيه الدم في الوقت ده، تمام. فاللحظه اللي بيحصل فيها انقباض للليفت فنتريكل، للجزء الشمال ده من القلب، الدم بيمشي جوه الشرايين، تمام. فانا بقيس النبض بتاع الشرايين، تمام، لان دي حاجه قادر ان اقيسها، وده بيعكس الشغل بتاع القلب. يعني مثلا لو قلت لك ان القلب بتاعك دلوقتي بينبض بمعدل مثلا 70 بيت بير مينت، 70 نبضه في الدقيقه، ده معناه ان النبض بتاعك 70 نبضه في الدقيقه، تمام. نفس ضربات قلبك هي نفس النبض بتاعك، لان الاثنين واحد. القلب لما بيضخ الدم، لما بينقبض يبدا يضخ الدم ده في الشرايين، وكل انقباضه للقلب او كل ما القلب يحصل له كونتراكشن يحصل عندك بالس، يحصل لك بالسيشن او النبض بتاعك، تمام. طيب النبض ده بقى انا ببدا اقيسه فين؟ ببدا اقيسه تحديدا في جسمك كده في 7 اماكن مشهوره، تمام. ولكن في السكشن مذاكر لك منهم 5، ولكن هقول لك ال7 اماكن. اول مكان مشهور جدا اسمه الكاروتيد بالسيشن، الكاروتيد ارتري. عارف في شريان كده ماشي في الرقبه بتاعتك من الشمال؟ يعني تقدر لو انت دلوقتي حطيت صبعك، تمام، ايد واحده بس، الثumb يعني صبع ايدك اللي هو صبع ايدك الكبير، تمام، ابدا حط كده على رقبتك، يعني جنب القصبه الهوائيه بالظبط، بين القصبه الهوائيه. يعني بص، لو انت عندك مثلا دي الرقبه، تمام، دي القصبه الهوائيه ماشيه في النص، حط ايدك هنا بالظبط جنب القصبه الهوائيه، تمام. هتبدا تحس ان في شريان كانه بيضرب صبعك، هتحس ان في شريان كده بينبض وبيضرب صبعك حرفيا، لان النبض فيه بيكون قوي، تمام. الشريان ده اسمه الكاروتيد ارتري. يبقى ده اول مكان بقدر ان انا اقيس فيه النبض، اسمه الكاروتيد ارتري، تمام. طيب بعد كده انزل تحت شويه، انزل تحت شويه هتلاقي ان في عندك شريان ماشي، اللي هو اللي بالاحمر ده. الشريان ده اسمه البريكيال ارتري، البريكيال ارتري، فبرضه بقدر ان انا اقيس النبض فيه. بعد كده يا ولاد البريكيال ارتري بيتقسم لشريانين، حاجه اسمها الارنر ارتري، الالنر، وحاجه اسمها الراديال. الالنر ده ما يهمناش خالص، ما بنعرفش نقيسه، ما بنقيسوش، تمام. احنا بنقيس بقى الراديال ارتري، اسمه الراديال ارتري، الراديال ارتري، تمام. ده بيكون لاترال، بيكون ناحيه بره. يعني لو انت الايد بالشكل ده فهو بيكون ناحيه بره، بيكون لاترال، اسمه الراديال ارتري. فافتكر الراديال ارتري بيكون لاترال، ده اللي بقدر اقيسه. ببدا اقيس في المكان ده بالظبط، هنا في الجزء ده كده تحديدا، تمام. فده ثالث مكان. يبقى انا قلت لك ان في عندك رقم واحد الكاروتيد، رقم اتنين البريكيال اللي هو بيكون قدام الكوع كده بشويه، يعني بيكون يعتبر قدام كوعك في المكان ده، تمام، ولكن من ناحيه قدام. رقم ثلاثة عندك الراديال ارتري، خلينا نكتبه بخط كبير شويه، اسمه او هو مكتوب هنا الراديال ارتري، تمام، اللي هو هنا بالشكل ده بيكون لاترال،
بيكون لاترال ماشي لبره كده، تمام، اسمه راديال ارتري، تمام. ده ثلاث مكان، ودول يعتبر الشرايين اللي موجوده في الجزء العلوي من جسمك، تمام، اللي هو الكاروتيد والبريكيال والراديال، دول بقدر اقيسهم. طيب ننزل تحت الجزء السفلي، في عندك اربعه. رقم واحد، في عندك شريان، اللي هو الشريان ده، الشريان الكبير ده اللي بيمتد المسافه دي كلها، الشريان ده اسمه الفيمورال ارتري، فيمورال ارتري، تمام، لانه ماشي يعتبر مع الفيمر، في عندك عظمه هنا اسمها الفيمر، فهو ماشي في الجزء ده، فاسمه الفيمورال ارتري، تمام. واحنا بنقدر نقيسه في مكان معين كده، هبقول لك عليه سيرفيس اناتومي معين، تمام، ده اول حاجه. بعد كده كمل تحت شويه، وتعالى في الركبه، عند الركبه من ورا الركبه، في عندك شريان اسمه البوبليتيال ارتري، ببدا اقيسه من ورا الركبه، تمام، اسمه بوبليتيال ارتري. طيب كمل تحت شويه، تحت عند الميديال ماليوس، يعني في عندك عظمه كده، عارف لو انت مثلا بصيت على رجلك هتلاقي في عظمه عندك بارزه عند الرجل كده، عظمه بارزه هنا، العظمه دي اللي هتلاقيها بارزه، تمام، اسمها الميديال ماليوس، تمام. ببدا اقيس من وراها، في شريان ماشي من وراها اسمه posterior tibial، posterior tibial artery، تمام. اخر حاجه، في عندك شريان ماشي ما بين الميتاتارسال بون بتاعت رجلك، الفيرست والسكند، في المكان ده بالظبط، اسمه الدورسال سبيرس. يبقى تاني انا عندك في اللور لمب في عندي اربع شرايين، رقم واحد الفيمورال، رقم اتنين البوبليتير ارتري، انزل تحت شويه البوستير تيبيال، واخر حاجه الدورسال سبيرس، تمام، او البيدر ارتري، تمام. فدول الاربعه موجودين في اللور لمب، وفي عندك في الابر لمب في عندك ثلاثه، تمام. طيب في السكشن عندنا هو ما اتكلمش خالص عن البوبليتيال، ما اتكلمش عن البوبليتير ارتري هنقيسه ازاي، وبرده ما اتكلمش عن البوستير تيبيال، ولكن كل اللي باقي علينا ان شاء الله. طيب انا دلوقتي يعتبر قلت لك الفرشه الاساسيه وهي الاماكن بتاعه البلس. بعد كده النقطه الثانيه هنتكلم عنها ودي مهمه برضو، اسمها الكومنت، التعليق. ايه الكومنت او التعليق اللي انا بقوله على البلس؟ طيب مبدئيا كده انا بعلق في الكومنت بتاعي على 5 حاجات، تمام. طيب هنعرفهم دلوقتي. مبدئيا كده تخيل ان انا بقيس لك النبض، انا بقيس النبض عندك، هقيسه ازاي؟ هبدا احط مثلا عند هبدا احط 3 صوابع على الراديال ارتري، اشهر مكان زي ما قلت لك هو الراديال ارتري، ده اشهر مكان. ببدا احط 3 صوابع على الراديال ارتري في المكان ده كده، بحط 3 صوابع، تمام، وابدا ان انا احس النبض عندك. بعد ما احس النبض ببدا بقى اعلق، بعمل كومنت على 5 حاجات. ايه هما؟ انا اعمل لهم كده زي سكيما، وهو الريت، ريجولاريتي، ريت، ريجولاريتي، فوليوم، ايكواليتي، والبريفرال بالسيشن. يبقى تاني انا بعلق على 5 حاجات: الريت، ريجولاريتي، فوليوم، ايكواليتي، بريفرال بالسيشن. طيب اول حاجه الريت، يعني المعدل. الريت النورمال الطبيعي ان معدل النبض بتاعك ان يكون من 60 ل 100، ان انا لما اقيس النبض عندك قيس ان انت في الدقيقه عندك من 60 ل 100 نبضه في الدقيقه، تمام، ده الريت، تمام. طيب بعد كده الريجولاريتي، هل النبض بتاعك ريجولار ولا الريجولار؟ يعني هل النبض بتاعك منتظم ريجولار، وده طبعا النورمال، ولا الريجولار نبضك غير منتظم، تمام. بعد كده الفوليوم، الفوليوم اللي هو الحجم بتاع النبض بتاعك، هل لما احس ان النبض بتاعك بحس ان هو نبضه قويه كأن النبض بتاعك بيضرب ايدي حرفيا، ولا بحس ان النبض ضعيف وحاسه بالعافيه، تمام، فبعلق برضو على الفوليوم. بعد كده الايكواليتي، الايكواليتي يعني هل النبض بتاعك ايكوال اون بوث سايدز، يعني لو انا قست مثلا حطيت ايدي اليمين وايدي الشمال، وقست الناحيتين عندك في نفس الوقت، قست الايد اليمين وقست الايد الشمال عندك، تمام، في نفس الوقت، هل هلاقي ان النبضتين بيكونوا في نفس الوقت، يعني بيحصل بيت هنا وبيت هنا في نفس اللحظه، ولا في واحده متاخره عن الثانيه؟ هل الاثنين بنفس القوه، ولا هنا مثلا سترونج وهنا ويك، النبض هنا ضعيف وهنا قوي؟ فببدا اعمل ايه؟ بشوف الايكواليتي ان بوث سايدز، بشوف الناحيه اليمين زي الشمال ولا لا، تمام. الحاجه الاخيره وهي البريفرال بالسيشن. البريفرال بالسيشن يعني ببدا اقيس بقى النبض البعيد، زي مثلا اقيس البيدال ارتري او البوستير تيبيال او البوبليتير ارتري، بشوف الشرايين بعيده وابدا اشوف النبض فيها، النبض فيها كويس وزي الباقي ولا لا، تمام، فده اسمه البريفرال بالسيشن. كل حاجه من الحاجات دي بتبدا تشير لي لامراض معينه والحاجات معينه، فالكومنت ده مهم جدا، ان انا بقيس ريت، ريجولاريتي، فوليوم، ايكواليتي، والبريفرال بالسيشن، تمام. دي كده يعتبر السكيما العامه للسكشن ده، احنا خلصنا تقريبا 80% من السكشن، باقي ال 20% هنبدا بس نقراه، وان شاء الله يعني هتطلع من السكشن فاهم كويس جدا. نبدا كده بسم الله السكشن بتاع البلس.
بيقول لك اول حاجه يعني ايه البلس. هي عباره عن impulse transmitted to arteries by contraction of left ventricle. يعني ايه؟ يعني الليفت فنتريكل، القلب بتاعك الليفت فنتريكل ده لما بينقبض، لما بيحصل كونتراكشن، النبضه دي الامبلس دي بتحصل لها ترانسميشن، بتنتقل وتروح للارتريز، تمام، وبتنتقل على هيئه نبضه بتمشي في الشرايين، تمام. فهي عباره عن امبلس نتيجه الكونتراكشن او الانقباض بتاع الليفت فنتريكل. بعد كده السيجنيفيكانس، ايه اهميه البلس ده، النبض ده ايه؟ هو بيدي لك يعني مؤشر كده عن حاله القلب، بيدي لك مؤشر عن حاجتين، عن الريت وعن الريزم. يعني عن الريت، القلب بتاعك بينبض بمعدل كام نبضه في الدقيقه. تاني حاجه وهي الريزم. الريزم يعني هل القلب بتاعك بينبض بشكل منتظم ولا لا، تمام. هتحس نبضات كده، هتلاقي نبضات منتظمه او بتكون غير منتظمه، تمام. طيب، هنا بيكلمك بعد كده على الكومنت. انت بتعلق على ايه؟ بتعلق على الريت، الريزم، الفوليوم، الايكواليتي اون بوث سايدز، والبريفرال بالسيشن. وانا قلت لك بشكل نغمه تحفظها اسرع، اللي هي ريت، ريجولاريتي، فوليوم، ايكواليتي، والبريفرال بالسيشن، تمام. طيب هنبدا دلوقتي نتكلم على كل حاجه في الخمس حاجات دول وايه الفائده بتاعتها. اول حاجه بتكلم عليها في الكومنت وهي الريت. الريت يعني المعدل. دي اول حاجه انت بتبدا تقيس النبض مثلا في الراديال بالسيشن، ده مثلا الايد بتاعت الشخص، تمام. وتبدا تحط ايدك الثلاث صوابع هنا، تمام، بالشكل ده. وتبدا تقيس او تحس الشريان اللي ماشي هنا لاترال، اللي اسمه الراديال ارتري. الراديال ارتري، تمام. فاول حاجه تبدا تعلق عليها، بتبدا تحسب وقت، مثلا يعني بتبدا تبص على الساعه وتعمل تايمر 30 ثانيه، 30 ثانيه، تمام. وتبدا تشوف في خلال ال 30 ثانيه دول في كام نبضه، بتحس كام نبضه في خلال ال 30 ثانيه دول. وليكن مثلا في خلال 30 ثانيه لقيت ان انت حسيت مثلا 40 نبضه، تمام. في خلال 30 ثانيه لقيت 40 نبضه، خلاص يبقى الشخص دوت الهارت ريت او عدد نبضات بتاعته في الدقيقه هتضرب في 2، يبقى هو في خلال 1 مينت عنده 80 بيت بير مينت، 80 نبضه في الدقيقه، تمام. يبقى انا كده عرفتها عن طريق حسيتها بالوقت، بحسب مده 30 ثانيه. لو كان النبض بتاعه منتظم، لو كان النبض بتاعه ريجولار، ببدا احسب مثلا في 30 ثانيه وبعد كده بضرب في 2، فلقيت ان هو في 30 ثانيه كان 40 نبضه، فده معناته ان في خلال دقيقه النبض بتاعه 80 نبضه في الدقيقه، وطبعا ده يعتبر نورمال، ده في المستوى الطبيعي، تمام. طب النورمال كام؟ النورمال بيقول لك من 60 لحد 100، يعني مش 90 لحد 100 كمان، ده يعتبر نورمال، تمام. بعد كده في ملحوظه في الريت، ان خد بالك ان الاطفال المعدل النبض بتاعهم بيكون اعلى بكتير مننا. يعني الطفل المعدل النبض بتاعه ممكن تلاقيه مثلا من 80 لحد 150 160 عادي. الطفل اللي لسه مولود بتلاقي النبض بتاعه بيوصل لحد 160، ده عادي جدا، ده بيكون نورمال اصلا، يعني ده طبيعي ان الطفل الصغير خالص سواء لسه مولود او كده نبضه بيكون سريع. وكل ما بيكبر في السن نبضه بيبدا يقل شويه شويه لحد ما يبقى ادلت مثلا، يبقى من 60 لحد 100، تمام. ولكن التشيلدرن بيكون من 80 لحد 200. بصراحه 200 ده رقم مبالغ فيه شويه، ولكن يعني هي مكتوبه عندكم كده، تمام. طيب انا دلوقتي قلت لك ان النورمال من 60 لحد 100. طيب هل كل الناس نورمال؟ لا طبعا، في ناس عندها زياده في ضربات القلب، وفي ناس عندها نقص في ضربات القلب، او سرعه او بطء، سرعه في ضربات القلب وبطء في ضربات القلب. الشخص اللي عنده سرعه في ضربات القلب، قلبه بينبض بسرعه. يعني ايه بينبض بسرعه؟ يعني النبض بتاعه اكتر من 100 بيت بير مينت. لو اكتر من 100، لو اكتر من 100 ده بيتسمى تاكي، تاكي كارديا. تاكي يعني سريع، فتاكي كارديا يعني قلبه سريع، يعني قلبه بينبض بسرعه، تمام. فتاكي كارديا لما البيتس بتاعته بيكون اكتر من 100 بيت بير مينت، تمام. طيب ده بالنسبه للريت. طيب لو النبض بتاعه قل عن 60، لو قل عن 60 ده بيتسمى برادي كارديا. برادي يعني بطيء، برادي كارديا يعني قلب بطيء، يعني الهارت ريت عنده بيكون اقل من 60. فتاني الهارت ريت لو اقل، لو اقل من 60 يبقى ده اسمه برادي كارديا، لو اكتر من 100 ده اسمه تاكي كارديا، تمام. يبقى ده بالنسبه لي الريت. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تعملي تاكي كارديا وايه الاسباب اللي ممكن تعملي برادي كارديا؟ الاسباب اللي ممكن تزود ضربات القلب حاجات مثلا زي التمرين. لو انت مثلا في الجيم او بتجري، اكيد وانت بتجري لو انت حسيت ضربات قلبك، لو انت رحت مثلا حسيت ضغطت على قلبك، هتحس ان قلبك بينبض بسرعه كبيره جدا، وتلاقي ان قلبك كمان بينبض اقوى، تمام، لو انت بتجري فتره طويله، تمام. فاول حاجه ممكن هي الاكسرسايز، الرياضه. ممكن الايموشنز، العصبيه، مثلا حد بيتعصب او حد فرحان قوي فتلاقي ان ضربات قلبه بقت اسرع، تمام. ممكن البريجنسي، السيروتوكسيكوزس، البريجنسي اللي هو الحمل، السيروتوكسيكوزس يعني بيكون الثيرويد جلاند، الغده الدرقيه، بيكون فيها فرط في النشاط، بتطلع كميه كبيره من الثيروكسين. الثيروكسين ده من الهرمونات اللي بتروح للقلب، الثيروكسين بيروح للقلب وبيزود الهارت ريت،
بيزود ضربات القلب. تمام. فلو حد عنده مشكله في الثيرويد هرمون، عنده ثيروتوكسيكوزيس، مشكله في الغده الدرقيه فيها نشاط زايد، هتلاقي ان ضربات قلبه سريعه وهيحصل له تاكيكارديا. تمام. او ممكن انديوس بسبب دراج مثلا، دواء معين اخده زي الاتروبين. الاتروبين ده دواء بيتسمى ماسكارينيك انتاجونست. يعني ايه؟ يعني بيوقف شغل الجهاز الباراسمبثاوي. يعني ماسكارينيك انتاجونست بيوقف شغل الجهاز الباراسمبثاوي. الجهاز الباراسمبثاوي يعني هكلمك عنه. هقول لك ان الجهاز ده مهمته انه بيقلل ضربات القلب. جهاز الباراسمبثاوي بيقلل الهارت ريت. تمام. انا لما اديله انتاجونست، لما ادي حاجه بتعطل الجهاز السمبثاوي، ده معناه ان انا هزود ضربات القلب. ما انا وقفت الحاجه اللي بتقلل، فايه اللي هيحصل؟ ضربات القلب هتبدا انها تزيد. فده مثلا زي دواء زي الاتروبين. تمام. طيب ممكن القلب ضرباته تقل، ده بيتسمى براديكارديا. تمام. ايه الحاجات اللي ممكن تقلل ضربات القلب؟ اي حاجه فيها ريلاكس، اي حاجه فيها استرخاء. زي ايه مثلا؟ زي السليب. انت لما تكون نايم انت مستريح تماما. زي مثلا لما تكون انت مستريح خالص، ضربات قلبك برضو بتقل. تمام. زي الميكسيديما. الميكسيديما ده عكس السيروتوكسيكوزيس. الميكسيديما معناها ان الثيرويد جلاند بيحصل لها نقص في النشاط، بيتقل النشاط بتاع الغده الدرقيه. تمام. فده اسمه ميكسيديما. ممكن هارت بلوك، يعني مشكله اصلا في الكهرباء بتاعه القلب بيكون فيها مشكله، هارت بلوك. او ممكن دراجز، ادويه زي الاندرول مثلا. الاندرول ده دواء بيتسمى بيتا بلوكر. بيتا بلوكر يعني ايه؟ القلب بتاعك عليه مستقبل، المستقبل ده اسمه البيتا 1 ريسبتور. تمام. آه المستقبل ده لما بيشتغل بيبدا يزود الهارت ريت، بيزود ضربات القلب. تمام. فالمستقبل اللي اسمه بيتا 1 ده مهمته ان يزود الهارت ريت. الاندرال ده عباره عن بيتا بلوكر، بيعطل شغل البيتا 1، بيوقف شغل البيتا 1 ريسبتور ده. تمام. اسمه بيتا بلوكر. تمام. فايه اللي بيحصل؟ بتلاقي ان ضربات القلب بتبدا انها تقل، لانه بيوقف شغل البيتا 1 ريسبتور. تمام. هو الاندرال ده بيوقف البيتا 1 بيتا 2 كمان، ولكن ما علينا. الخلاصه ان هو بيتا بلوكر، فبيوقف شغل البيتا ريسبتور، وبالتالي البيتا ده كان بيزود ضربات القلب، فلما عطله هيقلل ضربات القلب. تمام. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا كل حاجه عن الريت. قلت لك الريت اهم حاجه تعرفها هو النورمال ريت من 60 لحد 90، ممكن تكتبها عادي، او 60 لحد 100 بيت بير مينت. وما تنساش الوحده بيت بير مينت، نبضه في الدقيقه. تمام. تاني حاجه في الاطفال من 80 لحد 200، احفظ الارقام اللي عندك عادي. ممكن يحصل عندك برادي كارديا لو قل عن 60، تاكي كارديا لو زاد عن 100. اللي ممكن يعمل لك تاكي كارديا اي حاجه فيها ستريس زي الايموشنز، الاكسرسايز، البريجنسي، سيروتوكسيكوزيس، اتروبين، او البرادي كارديا زي السليب، ميكسيديما، الهارت بلوك، والاندرال. تمام. طيب هنتكلم بقى تاني حاجة عن الريزم. الريزم ده حاجة سهلة جدا. يعني ايه؟ يعني القلب بتاعك ضرباته منتظمة ولا غير منتظمة؟ هل هو ريجولار ولا irregular؟ تمام. طيب الطبيعي ان القلب بتاعك النبضات بتاعته بتكون ريجولار. طيب ليه نبضات قلبك بتكون ريجولار؟ لان في عندك حاجه كده في القلب اسمها الاس اي نود او السايلو اتريال نود، دي اللي مسؤوله عن انها تكهرب القلب بتاعك. دي بتبعت اشارات، تمام، اشارات كهربيه تكهرب القلب بتاعك بمعدل من 60 لحد 100 بيت بير مينت. هي اللي مسؤوله عن الحوار ده، انها تكهرب القلب بتاعك معدل من 60 ل 100 وبشكل منتظم. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا هيحصل لك هارت بيت، قلبك هينبض، بعد كده اللي هو كونتراكشن، بعد كده ريلاكسيشن، بعد كده كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن. فالشكل زي ما انت شايف كده بيكون منتظم. تمام. في حد تاني ممكن يحصل له مشكله، ممكن يحصل له حاجه كده بنسميها اي اف، اللي هي اتريال فايبريليشن. اتريال فايبريليشن دي مشكله مشهوره جدا ممكن تحصل القلب. اللي بيحصل ان بتلاقي ان ضربات القلب بتكون الريجولار. تمام. ودي ان شاء الله هنتكلم عنها اكتر في الاي سي جي، في السكشن بتاع الاي سي جي هعرفك يعني ايه اف ويعني ايه الريجولار هارت بيتس. ولكن خليك عارف بس ان طبيعي ان ضربات قلبك بتكون ريجولار بسبب ان اللي مسيطر على قلبك هو القائد الاساسي بتاع قلبك هو الاس اي نود، وبتدي لك معدل من 60 ل 100 بيت بير مينت. ممكن يحصل مشاكل تكون نبضتك الريجولار زي مثلا الاتريال فايبريليشن. تمام. طيب فبيقول لك الريجولار بالس بسبب الساينس ريزم اللي بيطلع من الاس اي نود. تمام. ممكن يحصل عندك الريجولار بالس، نبض غير منتظم. ده امتى هيحصل؟ ممكن يحصل بسبب حاجه اسمها اي اف، اترا فايبريليشن. ممكن بيحصل بسبب ان في فوكس جديده بقت موجوده في القلب. تمام. يعني ايه؟ يعني القلب بتاعك الطبيعي ان يكون ليه فوكس كده اللي هي الاس اي نود، دي اللي بتدي له الامر انه ينقبض. ممكن يطلع عندك بؤره كده جديده، تطلع بالشكل ده هنا مثلا، وتبدا تكهرب القلب بمعدل اكتر، تديله مثلا معدل 200 بيت بير مينت، 200 نبضه في الدقيقه.
وخلي بالك في قاعده كده في القلب، ان القلب بتاعك دايما بيتبع الاسرع. يعني لو في عندك فوكس بتديك معدل 200 بيت بير مينت، هتلاقي ان القلب بتاعك بدا ينبض بمعدل 200. هتلاقي ان اللي هي البوست اتريا الاتريم اللي فوق اللي هو الرايت والليفت بينبضوا معدل 200. فده بسبب ايه؟ بسبب ان في عندك فوكس جديده بقت موجوده، فهتدي لك 200 بيت، وطبعا هتكون بشكل غير منتظم ومشاكل. تمام. بس طيب الحاجة التالتة وهي الامبليتيود. الامبليتيود يعني الفوليوم. الامبليتيود هي بالظبط كلمة الفوليوم. يعني ايه؟ يعني الحجم بتاع الدم ده. انت وانت بتحس النبضة، حسيت ان النبض بتاع الشخص ده قوي، ان الفوليوم بتاعه كويس، ولا الفوليوم بتاعه ويك؟ يعني هل هو سترونج ولا ويك ولا within average normal مثلا؟ فالطبيعي ان الفوليوم بتاع القلب بتاعك ان يكون مثلا نورمال فوليوم او مودريت نورمال، يعني الفوليوم الطبيعي العادي، ما تحسش النبضه قويه قوي بتضرب ايدك، ولا انها ضعيفه انت مش حاسسها. تمام. فممكن يبقى ال المشكله بقى ممكن يكون مثلا سترونج فوليوم يبقى قوي او فيري سترونج، او ممكن يبقى ويك، وكل حاجه بتindicate مشكله معينه. تمام. بس بقول لك الامبليتيود هو الفوليوم، وده بيindicate البلس بريشر. البلس بريشر يعني ايه؟ البلس بريشر هو عباره عن الفرق ما بين السيستول او السيستوليك بلاد بريشر والدايستول. انا مش فاهم برضه يعني ايه. الطبيعي ان النبض بتاعنا مثلا او البلاد بريشر، الضغط الدم الطبيعي بتاعنا بيكون حوالي 120 سيستول تقريبا، يعني 100 في المتوسط 120 سيستول، والدايستول 80. تمام. اللي هو 120 على 80 الرقم اللي كلنا حافظينه 120 و80. طيب نفترض ان في حد الضغط الدم بتاعه مثلا بقى 160 على 90. يعني ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ان بقى في فرق كبير ما بين السيستول والدايستول. انت كان الاول 120 على 80، فالفرق بينهم مثلا دلوقتي بقى 40. لا، انت هنا 160 على 90، فالفرق بينهم بقى 70. فرق الضغط ده ما بين السيستول والدايستول ده بيتسمى البريشر، البلس بريشر. تمام. البلس بريشر. وده بيؤدي ان كل ما يكون في فرق عالي ما بين السيستول والدايستول، ده بيؤدي ان البلس بتاعك تحس ان هو سترونج. النبض بتاعك بتلاقيه قوي، بتلاقي ان البلس بتاعك سترونج. ليه سترونج؟ بسبب ان في فرق ما بين السيستول والدايستول. تمام. يبقى تاني الفكره في البلس بريشر هو عباره عن الفرق ما بين السيستول والدايستول. كل ما يكون في فرق كبير ما بين السيستول والدايستول، ده كل ما الجاب دي هتزيد، كل ما هيبدا يحسسك ان النبض بتاعك بيكون سترونج اكتر، بيكون اقوى، وده بيتسمى زياده البلس بريشر. طيب ادي لك مثال واقعي على البلس بريشر. دلوقتي مثلا جرب تجري، وانت بتجري مثلا بعد ما تجري وضربات قلبك تزيد، حس النبض بتاعك، هتلاقي ان النبض بتاعك بقى قوي، بقى قوي جدا. ليه النبض بتاعك هتحس ان هو بقى قوي؟ بسبب ان البلس بريشر زاد. طيب ايه سبب البلس بريشر؟ بسبب انك لما تجري ضربات قلبك بتزيد والقلب بتاعك بينبض بمعدل اكبر، فده بيخلي السيستوليك بلاد بريشر بيكون عالي. بتلاقي السيستوليك عندك بيعلى، يبقى مثلا 160 يبقى 200 مثلا، يعني تمام. ده المفروض الارقام دي ارقام مش حقيقيه. تمام. فالسيستوليك بيعلى والدايستوليك برضه بيعلى، ولكن بيظل في فرق كبير ما بينهم. تمام. فده بيؤدي ان البلس بريشر عندك بيكون عالي. تمام. طيب بعدين بيقول لك هنا الهاي امبليتيود انديكيتس ايه بقى الحاجات اللي ممكن تعمل لك هاي امبليتيود او هاي فوليوم او هاي بلس بريشر؟ زي ايه؟ زي الاكسرسايز، لسه قايل لك دلوقتي الاكسرسايز، الرياضه لما تجري مثلا، او الايموشنز. تمام. او مثلا الهيت او البريجنسي. الحاجات دي كلها بتميز انها بتزود السيستوليك اكتر، فبالتالي بتؤدي ان بيحصل زي جاب او فرق ما بين السيستول والدياستول، وفي الاخر بيزود يعني البلس بريشر. تمام. ممكن برضو امراض، ممكن مثلا حاجه زي الاورتيك ريجاجيتيشن. الاورتيك ريجاجيتيشن ده عباره عن مرض فكرته ان الشريان ده مثلا القلب. تمام. ده الليفت فنتريكل. الليفت فنتريكل بيضخ الدم بتاعه في الاورطه. تمام. ممكن يحصل ان الليفت فنتريكل ده لما يضخ الدم اثناء السيستول، اثناء الانقباض، يضخ الدم في الاورطه، في الشريان الاورطي، ممكن في الوقت ده يحصل ارتجاع للدم تاني من الاورطه يرجع للليفت فنتريكل. ده اسمه اورتيك ريجرجيتيشن، يعني ارتجاع دم من الاورطه للليفت فنتريكل. تمام. يبقى انا دلوقتي عملت انقباض، المفروض لما اعمل انقباض ايه اللي يحصل؟ إن لما يحصل كونتراكشن الدم يروح الاورطه، وبعد كده يروح للشرايين اللي في جسمك كله. تمام. ولكن المشكله ان بعد السيستول بيكون في مشكله مثلا في الصمام او حاجه، الصمام ما قفلش كويس، فالدم بيرجع تاني للليفت فنتريكل. تمام. طيب فايه اللي بيحصل؟ النبضه اللي بعدها بتلاقي ان الليفت فنتريكل دلوقتي يبقى الدم رجع له تاني، فمتحوش فيه كميه دم كبيره، فتلاقي ان النبضه اللي بعدها بقت قويه جدا، بقت فيها كميه دم اكتر.
فطبعا لما تكون النبضه قويه او الدم ده هينتقل ويروح الاورطه، فلما اجي انا لما احسه هلاقي ان في فوليوم، هحس ان كأن حرفيا الشريان بيضرب صبعي بسبب ان في كميه كبيره من الدم اتضخت. تمام. فدي الفكره بتاعت الاورتيك ريجيتيشن. او ممكن بسبب مثلا الفازو دايليشن. فازو دايليشن يعني ايه؟ يعني ان الاوعيه الدمويه بتاعه الشخص بتوسع، بيحصل لها فازو دايليشن، الارتريوز بتوسع. طب ايه المشكله برضو؟ المشكله ان ده بيؤدي ان بتقل حاجه اسمها بريفر ريزيستنس، المقاومه الطرفيه. البريفر ريزيستنس خليك عارفها قاعده، لما تقل ده بيقلل الدايستوليك بلاد بريشر، الدايستوليك بيقل. تمام. فمثلا بدل ما الدايستوليك كان مثلا بدل ما كان 120 على 80، بقى مثلا 130 على 50. فخدت بالك بقى في فرق كبير ما بينهم، لان الدايستول قل فبقى في فرق ما بين السيستول والدايستول، فده برضه هيؤدي الى زياده البلس بريشر. ما علينا، انا حاولت بس افهمك كل كلمه، يعني كل حاجات ازاي، علشان لما تقرا الكلام تحس ان هو سهل بالنسبه لك. تمام. طيب. بعد كده الحاجات اللي ممكن تقلل الامبليتيود، الحاجات اللي ممكن تقلل البلس بريشر، ايه هي؟ يعني ايه ببساطه؟ يعني الشخص ده هتحس النبض بتاعه هتحسه بالعافيه، هتحس ان نبضه ضعيف خالص، ممكن بسبب هارت فيلير، عنده اصلا فشل في القلب، القلب بتاعه يا دوب شغال بالعافيه، فهو طبيعي ان تحس ان القلب بيدق بالعافيه، او في فيلير، في فشل، وبالتالي مش هتعرف تحس نبضه كويس. تمام. او فلو اوبستراكشن، ان الشريان ده نفسه في اوبستراكشن، في انسداد مثلا او حاجه، انسداد جزئي مثلا، فلما تيجي تحس النبض هتحس النبض ضعيف بسبب ان مفيش دم عارف يعدي. تمام. بسبب الاوبستراكشن ده. فدي الحاجتين، او في حاجه طبعا اكتر ولكن دول مذكورين عندنا، الحاجتين اللي ممكن يقللوا الامبليتيود بتاع او اللي بيقللوا البلس بريشر. تمام. طيب. الكومنت الرابع بنعلق على الايكواليتي. الايكواليتي اون بوث سايدز، ببدا احسس بايدي اليمين وايدي الشمال، ببدا احس النبض اليمين والشمال في نفس الوقت. تمام. وده بيعرفني هل مثلا في اوبستراكشن ولا لا. يعني مثلا انا حسيت على الناحيه اليمين والناحيه الشمال، حسيت على الناحيه اليمين لقيت ان الشخص النبض بتاعه ويك، وعلى الناحيه الشمال لقيت ان النبض بتاعه نورمال. طيب ده معناته ايه؟ ده معناته النبض هنا ضعيف، ده ممكن يكون بسبب اوبستراكشن، ممكن يكون الشخص ايده اليمين مثلا الشريان ده فيه انسداد، في جلطه هنا، فالانسداد ده او في اثيروسكليروسس، في مثلا تصلب شرايين، فده اللي خلاني احس النبض بتاعه على الايد اليمين بيكون ضعيف شويه او ويك، ولكن ايده الشمال نورمال لان الشريان طبيعي. فده بيدي لك يعني شويه مؤشرات كده. تمام. فالايكواليتي ده بيعرفك اذا كان في مشكله فلو اوبستراكشن او بريفر فاسكولار ديزيز، مشكله في الشرايين عامه يعني، او في الاوعيه الدمويه. تمام. الحاجه الاخيره وهي البريفر بالسيشن، ببدا اعلق بقى على البريفر بالسيشنز، اعلق مثلا على البلس بتاع البوبليتيال، البودوساليس بيدس، الشرايين اللي هي البعيده دي، الشرايين الطرفيه البعيده، ده برضو بيبقى عشان اعرف كل حته وصل لها دم كويس ولا لا. تمام. بس فبتعرف يعني اذا كان في مشكله زي اثيروسكليروسس او دايابيتس او فاسكولايتس، مشكله في الشرايين. يعني مثلا انا بقيس البريفرال بالسيشن لقيت انه في مشكله، فده بينديكيت او بيقول لك ان ممكن مثلا الشخص ده عنده تصلب شرايين، فالاجزاء الطرفيه مش او رجله مثلا مش وصلها دم كويس، او ايده او ايا كان بسبب تصلب شرايين وهكذا. فده اللي بيخلينا نقيس النبض في اكتر من مكان، مش مكان واحد بس. تمام. فتاني بشكل عام احنا بنتكلم في الكومنت على 5 حاجات: الريت، الريزم، الامبليتيود، والايكواليتي، والبريفر بالسيشن. تمام. او النغمه الاسهل: ريت، ريجولاريتي، الريجولاريتي اللي هي الريزم يعني. تمام. فوليوم، ايكواليتي، والبريفر بالسيشن. تمام. وقلنا كل حاجه قيمتها ايه، والارقام مهمه. يعني ما تنساش ان الريت الطبيعي من 60 لحد 90. تمام. والريزم طبيعي ان هو يكون نورمال، الامبليتيود مثلا يكون افريج فوليوم او نورمال فوليوم، الايكواليتي طبيعي ان يكون ايكوال، البريفر بالسيشن الطبيعي ان هي تكون فيلت، ان انا اقدر احسها. تمام. طيب احنا كده اتكلمنا عن الكومنت، وده يعتبر الجزء الاكبر واللي فيه تفاصيل كتيره. بعد كده هنتكلم تاني جزء عندنا وهي السايتس. ايه هي الاماكن اللي بقدر احس فيها البلسيشنز عندي. تمام. انا قلت لك ان في عندك 7 اماكن، ولكن في السكشن موجود عندنا 5. موجود عندك الكاروتيد بالسيشن، والبريكيال بالس، والراديال، والفيمورال، واخر حاجه الدورساليس بيرس. هنتكلم في كل حاجة على حاجتين أساسيين: رقم 1 مكانه فين، أنا بقدر أحس النبض ده فين بالظبط. تمام. ورقم 2 بحسه إزاي، إيه ال how to examine، إزاي بقدر إن أنا أعمله فحص. تمام. طيب نبدأ كده بسم الله. أول حاجة وهي الكاروتيد بالسيشن. الكاروتيد بالسيشن
الكاروتيد بالسيشن اللي هو الشريان ده عباره عن شريان اسمه الكاروتيد ارتري، ده الشريان اللي رايح يغذي المخ، ده اللي رايح يمد المخ بالدم. تمام. عندي شريانين، في عندك واحد رايت، تمام، وفي واحد تاني ليفت، بايلاترال، بيكون موجود على ناحيتين، رايت وليفت. تمام. ده اسمه الكومن كاروتيد ارتري. تمام. طيب الكاروتيد ارتري زي ما قلت لك هو اللي بيغذي المخ، فخد بالك من نقطه، انك لما تيجي تحس الشريان ده، اياك ابدا انك تحس الناحيتين مع بعض. يعني ما تجيش مثلا تستسكى وتقول انا هحط صبع مثلا صبع ايدي اليمين اقيس هنا وصبع ايدي الشمال اقيس هنا. طيب خليك على الوضع ده 30 ثانيه او دقيقه، الشخص ممكن يغمى عليه اصلا. ليه؟ لانك منعت الدم اللي يوصل للمخ، ما انت ضاغط ومقلل الدم اللي يوصل للمخ على الناحيتين، فالشخص ممكن يغمى عليه اصلا. تمام. وفي حاجه تانية ممكن تحصل، ان في بعض الناس عندهم حاجه اسمها الكاروتيد ساينس سندروم. يعني ايه كاروتيد ساينس سندروم؟ ده عباره عن مكان كده معين، في هنا مكان في الكاروتيد ارتري اسمه كاروتيد ساينس، كاروتيد ساينس. تمام. الكاروتيد ساينس مهمتها الأساسية إنها يعتبر زي مستشعر بيحس بضغط الدم عندك، بيحس ضغط الدم عندك هو طبيعي ولا زايد ولا قليل وهكذا. فالكاروتيد ساينس دي بتبعت إشارات دايما للدماغ تقول لها والله ضغط الدم عامل إزاي. فالكاروتيد ساينس فكرتها ببساطة إيه؟ إن لما ضغط الدم عندك يعلى، لما تتعصب مثلا، تمام، فضغط الدم عندك يعلى، البلاد بريشر يبدأ يعلى، تبعت إشارات للدماغ عندك علشان الدماغ بعد كده تروح باعتة أعصاب لاماكن معينه بحيث انها توطي البلاد بريشر، توطي ضغط الدم. تمام. فتبعت اشارات مثلا او اعصاب مثلا تروح للقلب، تقلل ضربات القلب شويه وتعمل لك حاجات تانية. تمام. فببساطه الكاروتيد ساينس هي عباره عن حاجه كده مستشعر بيحس بضغط الدم، لو لقى ان ضغط الدم عندك عالي فيبعت اشارات للدماغ، فالدماغ تقوم باعته اعصاب راحه للقلب والاماكن تانية عشان يوطي ضغط الدم. الكاروتيد ساينس سندروم ده عباره عن شخص مجرد ما تبدا تعمل ضغط كده او مساج مثلا للكاروتيد ساينس، اللي هو للجزء ده في الكاروتيد مثلا، وتبدا تعمل له مساج او تضغط عليه، او مثلا ممكن بشكل تاني، ممكن مثلا وهو بيحلق مثلا بماكينه الحلاقه، فيبدا يلمس الجزء ده، وهو طبعا شخص مش طبيعي، شخص عنده مشكله، بيكون الكاروتيد ساينس عنده بتكون سنسيتيف، يعني بتكون حساسه جدا، سنسيتيف، حساسه لاي ضغط، لاي بريشر. فلما تضغط عليها هي بما انها سنسيتيف، مجرد ما تضغط عليها من بره بصبعك او بماكينه حلاقه او باي حاجه، تقوم باعته على طول اشارات للدماغ، فالدماغ تقوم باعته اعصاب رايحه للقلب توطي ضربات قلبك خالص، الشخص يحصل له براديكارديا ويحصل له حاجات تانية توطي ضغط الدم يوطى مره واحده، وممكن يحصل له سينكوبي. سينكوبي يعني يبدا يغمى عليه. تمام. بسبب ان عنده كاروتيد سندروم، عنده حساسيه زياده او هايبر سنسيتيفيتي، او يعتبر سنسيتيف، عنده سنسيتيف كاروتيد ساينس. فمجرد ما تعمل عليها ضغط خارجي، تمام، سواء بصبعك او باي حاجه، ده ممكن يخلي الشخص يغمى عليه. تمام. بس فدي يعتبر اهم حاجه عامه. طيب انا بحط صبعي فين؟ انا بحط صبعي ما بين عضله كده، عضله في الرقبه بتاعتنا اسمها الاسترنوماستويد، عضله لو انت حسيت كده رقبتك هتلاقي عضله كده قادر تمسكها، تمام، اسمها الاسترنوماستويد. والتراكيه، القصبه الهوائيه. فانت يعتبر جنب القصبه الهوائيه كده بالظبط في المكان ده بتبدا تحط صبعك. تمام. ما بين القصبه الهوائيه وما بين التراكيه والاسترنوماستويد بتبدا تحس ان في شريان كانه بيضرب صبعك. تمام. ده اسمه الكاروتيد ارتري. فاول مكان عندي اسمه كاروتيد بالس، وده مهم خاصه يعني في الامرجنسيز، في حاله الطوارئ. انا مثلا حد دلوقتي انا ماشي في الشارع فلقيت حد اغمى عليه، انا عاوز اشوف هو قلبه شغال ولا لا. هعمل ايه؟ اول حاجه هبدا احس بصبعي ابدا احط صبعي هنا عند الكاروتيد ارتري عنده، ولو لقيت الكاروتيد ارتري شغال ده معناته ان الحمد لله قلبه شغال، قلبه سليم، قلبه تمام. تمام. فعشان كده ده بيستعمل اكتر يعني في حاله الطوارئ، مثلا لو انا عايز اقيس حد عايش ولا لا، فابدا على طول احط ايدي على الكاروتيد ارتري اشوف الشريان ده شغال ولا لا، تمام، او البلس ده شغال ولا لا. فيقول لك السايت اول حاجه بيكون موجود على النك عند الرقبه، في جروف كده ما بين اللارynx، ما بين يعتبر زي القصبه الهوائيه او اللارynx اللي هي الحنجره يعني، وما بين الارتيريو بوردر اوف ستيرنوماستويد ماسل، يعني ما بين العضله اللي اسمها الاسترنوماستويد والقصبه الهوائيه. تمام. الجزء كده اللي هو الحنجره يعني. تمام. في الجزء ده كده في الجروف ده او في المكان ده بتقدر تحس الكاروتيد ارتري، تمام، او كاروتيد بالسيشن. بتكزامن ازاي بتفحصه؟ بتفحصه عن طريق انك بتحط صبع ايدك الكبير مثلا اللي هو الثumb، او مثلا الميدل فينجر والاندكس، الصابعين دول مثلا، او الثumb ايا كان، ولكن اهم حاجه بتحط يوني لاترال، يعني على ناحيه واحده، ما ينفعش تعمل بريشر على ناحيتين. تمام. فبيقول لك انك بتحط الليفت ثumb على الرايت سايد،
او رايت ثامب على الليفت سايد. يعني ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي ده شخص قدامي، انا عاوز احس الكاروتيد ارتري عنده في الناحيه اليمين. تمام، عاوز احس الكاروتيد ارتري عنده في الناحيه اليمين. هعمل ايه؟ هبدا احط الثامب بتاع ايدي الشمال. تمام، يبقى انا بايدي الشمال احس الكاروتيد اليمين عنده. تمام. طيب العكس، انا عايز مثلا اقيس الكاروتيد ارتري عنده في الناحيه الشمال. هبدا اجي بايدي اليمين، تمام، والفها هنا بالشكل ده، وابدا احس الكاروتيد ارتري اللي في الناحيه الشمال. تمام. فافتكر ان هي بالعكس، يعني انت بالثمب الشمال بتحس الكاروتيد اليمين، والثمب اليمين بتحس الكاروتيد الشمال. بعدين النصيحة المهمة ان انت you should never يعني ما تحاولش خالص انك تعمل بريشر تضغط على البوست ارتريز simultaneously، يعني في نفس الوقت. ما تضغطش على البوست كاروتيد ارتريز في نفس الوقت، تجنبا انك تعمل بريشر لفترة طويلة لمدة دقيقة مثلا ولا حاجة، فتبدأ تبقى الدم ما يوصلش للمخ، وتحسما لحاجة تانية اللي اسمها الكاروتيد ساينس سندروم. الكاروتيد ساينس سندروم زي ما قلت لك، لو انت هي شخص عامة ممكن يغمى عليه لو عنده كاروتيد ساينس سندروم لو انت حتى حطيت ايدك في ناحيه واحده، ولكن لو حطيت ايدك على ناحيتين مع بعض كمان، ده هيحفزه اكتر ان هو يغمى عليه لو عنده كاروتيد سينس سندروم. تمام. بعدين بيقول لك الكاروتيد سينس سندروم دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن temporary loss of consciousness، شخص بيغمى عليه لفتره مؤقته. بسببه ايه؟ بسبب ان الكاروتيد ساينس دي بتبدا تبعت اشارات، مجرد ما تضغط عليها من بره تبعت اشارات تروح للدماغ. بعد كده الدماغ تقوم باعته اشارات تانية عن طريق الفيجاس. الفيجاس ده عباره عن العصب اللي مسؤول عن الجهاز الباراسمبثاوي، فالفيجاس يروح للقلب يوطي الهارت ريت ويروح لاماكن تانية في جسمك، وكل اللي بيعمله انه بيقلل ضغط الدم مره واحده. تمام. فبسبب بايلاترال فيجر ستيميليشن، الفيجاس ده بيبدا يروح بسبب الباراسيتورز الموجوده في الكاروتيد ساينس. زي ما قلت لك، مستقبلات كده او مستشعرات في الكاروتيد ساينس بتبدا تبعت اشارات للدماغ، بعد كده الدماغ يبعت الفيجاس. الفيجاس ده في الاخر بيبدا يروح ويقلل لك الهارت ريت، يقلل ضربات القلب، ويقلل لك البلاد بريشر، يوطي ضغط الدم، وفي الاخر الشخص بيبدا ان هو يغمى عليه. تمام. طيب ده بيقول لك ممكن يحصل بسبب مثلا حد بيعمل شيفنج، يعني بيحلق مثلا دقنه، او حد لابس تايت كولرز، يعني لابس مثلا كرافات ضيقه، فالكرافات الضيقه دي عامله بريشر على الكاروتيد ساينس، فممكن برضو يقوم عليه، وهكذا. ده لو عنده كاروتيد ساينس سندروم. يعني دي مش كل الناس، الناس اللي عندها بالظبط تحديد الكاروتيد ساينس سندروم هي اللي بيحصل لها الموضوع ده، سواء بيحلق او مثلا لابس كرافات ضيقه. تمام. طيب احنا كده اتكلمنا عن اول مكان وهو الكاروتيد ارتري. هنتكلم عن تاني مكان واسمه البريكيال بالسيشن. البريكيال بالس ده عباره عن ان انا بقيس البلس بتاع فوق البريكيال ارتري، شريان ماشي هنا كده. تمام، اسمه بريكيال ارتري. طيب الشريان ده موجود فين تحديدا؟ في عضله عندك اسمها البايسبس. تمام. البايسبس دي ليها تندون زي تقريبا بالعربي الوتر بتاعها. تمام. التندون بتاعها بيكون ماسك في عظمه. تمام. اهم حاجه تعرفها وكل الدكاتره تسال فيها، ان البريكال ارتري بيكون ماشي ميديال للبايسبس تندون. ده البايسبس تندون. تمام، ده الوتر بتاع عضله البايسبس، وده الكاروتيد ارتري. سوري، ده البريكال ارتري. ده البريكال. تمام، اسمه البريكال ارتري. تمام. بيكون ماشي ميديال، يعني بيكون ماشي لناحيه جوه، يعني عندك التندون بتاع البايسبس بيكون لبره، اما البريكال ارتري بيكون ماشي ميديال، يعني ناحيه جوه لوتر البايسبس. طيب ازاي بتحسه بشكل عملي؟ خليك دلوقتي مثلا وانت بتسمعني حاول مثلا انك مثلا تخلي كوعك في الوضع ده، تبدا ترفع ايدك في الوضع ده مثلا، خلي يعني اتني كوعك شويه. تمام. هتلاقي ان في عندك في الجزء ده كده زي وتر بتاع عضله البايسبس. الوتر بتاع العضله هتلاقيه باين حاجه كده ناشفه شويه في نهايه عضله البايسبس عندك. دي مثلا عضله هتلاقي فيه حاجه ناشفه كده، وتر ناشف شويه. هو بقى بيكون ميديال، بيكون ناحيه جوه، بيكون ناحيه جوه على طول. لو انت حطيت صباعين مثلا هتبدا تحس على طول البريكيال بالسيشن. تمام. فهاو تو اكزامين، بتبدا تحط الثمب او الاندكس وميدل فينجر، يعني ممكن تحط صبع واحد او صبعين اللي هو الثمب والاندكس وميدل فينجر. تمام. بيكون ميديال للتندن اوف بايسبس، اهم كلمه ميديال للتندن اوف بايسبس. تمام. بس في الكيبيتال فوسا، الكيبيتال فوسا اللي هو المثلث ده. المثلث ده يا ولاد، المثلث ده كله كده اسمه الكيبيتال فوسا، حاجه كده في الاناتومي يعني. تمام. ولكن اهم حاجه ان انا ببدا اقيس ميديال للبايسبس تندون، ده المكان بتاع البريكا بالسيشن. طيب الحاجه الثالثه وهو الراديال بالسيشن، ده الملك، ده اللي احنا بنقيسه كتير جدا، وهتلاقي دكاتره القلب كلهم بيقيسوه دايما، ودكاتره البطنه واي تخصص عامه اللي عاوز تقيس البلس على طول بتبدا ان انت تحس في المكان ده الروتين يعني. تمام. الراديال بالسيشن. طيب ركز معايا،
الراديال بالسيشن انا في الاغلب بحسه بثلاث صوابع، تمام. ثلاث صوابع دول اللي هو الاندكس والميدل فينجر والرينج، تمام. ببدا اخلي الصباع الاندكس اللي هو ده الصباع الاندكس، تمام. ببدا اخليه لناحيه يعني لناحيه لاترال، بيكون ناحيه بره. يعني هو اللي بيكون قافل من بعيد، الناحيه البعيده، اللي بيقفل من الناحيه البعيده هو الاندكس. ما تنساش الجزئيه دي، ان الاندكس بتضغط بيه جامد شويه، يعني بتعمل بيه شويه بريشر، بتضغط بيه جامد، تمام. وبتضغط بالرينج ده الصباع ده ضغطه بسيطه، وبتحس بالصباع اللي هو الميدل فينجر ده اللي بيحس اكتر حاجه، تمام. يبقى انت بتضغط ضغطه جامده شويه بالاندكس، ضغطه بسيطه شويه بالرينج، والميدل فينجر هو يعتبر اللي بيحس اكتر حاجه، تمام. وما تنساش انك لما بتقيس الراديال بالسيشن بتبدا تخلي الاندكس قافل لناحيه لاترال، لناحيه بره. انا عارف انك ممكن دلوقتي تقول هو ليه بيركز في الحاجات دي، ولكن انا بقولها لك عن خبره، لان في ناس كتير انا بشوفها مثلا بيقيس النبض ده، فتلاقي ان بيقيس كده، بيحط ثلاث صوابع بتوعه بالشكل ده، وتلاقي ان الاندكس قافل من هنا، هو قافل خالص من ناحيه الميديال. طب الدم هيعدي ازاي؟ ما انت قافل على الاخر، الدم مش عارف يعدي. فعشان كده بقول لك لا، انت بتقفل من الناحيه اللاترال، لان الدم بتاع الشرايين بيكون ماشي في الاتجاه ده، بيكون ماشي كده، تمام. فدي حته يعني عشان براكتس، عشان ما تنساش، تمام. طيب هاو تو اكزامين، زي ما قلت لك بتحط ثلاث صوابع، الاندكس والميدل فينجر والرينج، بتضغط جامد بالاندكس، مش جامد قوي يعني مش تقفله، ولكن بتضغط ضغطه شديده شويه بالاندكس، اقل هنا، وتحس الميدل فينجر، وعادي جدا يعني تبدا تحس في الناحيه اللاترال. يعني ده كده يعتبر ناحيه الثumb ده اسمه لاترال، وناحيه الليتل فينجر ده اسمه ميديال، تمام. فانت بتقيس لاترال وبتحط ثلاث صوابع في المكان ده، تمام. بس فباي بليسنج 3 ميدل فينجرز، والفور ارم بتاع البيشنت بيكون برونيتد، يعني بيكون البيشنت كده فارد ايده، وبتكون ايده باصه لفوق، تمام، او بطن ايده باصص لفوق. ويقول لك ما تستعملش ابدا الثumb عشان تحس راديال بالسيشن. انا ما بستعملش صباع واحد، انا بستعمل ثلاث صوابع، عشان كده بقول لك التكنيك مهم، بستعمل الثلاث صوابع. والحاجه الاخيره انك دايما وانت بتقيس الراديال بالسيشن دايما بتقيسه بالدومينانت هاند. يعني مثلا الدومينانت هاند اللي هي الايد الاساسيه عندك. انا مثلا شخص بعمل كل حاجه في حياتي بايدي اليمين، فانا هقيس الراديال بالسيشن سواء في لو العين ده بقيسه في ايده الشمال او في ايده اليمين، انا بقيس بالايد اليمين، تمام. اما بقى مفتكر كنت قلت لك بالنسبه لي الكاروتيد كنت لا، الايد اليمين بتقيس الشمال والايد الشمال بتقيس اليمين. اما هنا لا، انت محتاج انك تقيس دايما بايدك اليمين. فدي برضو نقطه ما تنساهاش، تمام. طيب احنا كده خلصنا يعتبر الحاجات اللي موجوده في الابر ليمب. هنتكلم دلوقتي على الحاجات اللي موجوده في الطرف السفلي. هنتكلم عن حاجتين في الاخر يعني، وهو الفيمورال بالسيشن، الفيمورال بالسيشن والدورساليس بيرس بالسيشن. طيب نتكلم دلوقتي عن الفيمورال بالسيشن. الفيمورال بالسيشن ببساطه ان انا بقيس النبض اللي ماشي في الفيمورال ارتري. الفيمورال ارتري ده اللي يعتبر بيغذي الرجل بتاعتنا، تمام. طيب بقيسه ازاي؟ السيرفيس اناتومي بتاعه هو يعني لازم تكون عارف كده ان في عندك عظمه، العظمه دي بيكون فيها لاند مارك او جزء كده مميز قوي. الجزء ده شايف البروز ده، البروز العظمي ده اللي طالع من العظمه بتاعه الفخذ، تمام. البروز ده اسمه عزيز، عزيز والله، anterior superior iliac spine، اسمه عزيز anterior superior iliac spine. فده مكان معين او هو مارك معين كده، عباره عن بروز كده، وانت ممكن تحسه على فكره. انت لو دلوقتي قمت حسست مثلا عندك في الجزء ده، تمام، هتلاقي ان في عندك بروز عظمي هنا كده. البروز ده اسمه عزيز anterior superior iliac spine. في عندي لاند مارك تاني اسمه البيوبيك تيبركل. البيوبيك تيبركل عباره عن زي بروز عظمي كده برضو طالع من البيوبيك بون، تمام، اسمه البيوبيك تيبركل. الجزء ده اللي ما بين عزيز وبين البيوبيك تيبركل، شد بينهم كده خط، شد بينهم خط، تمام. في النقطه اللي في النص دي بقى اسمها الميد انجوينال بوينت، ميد انجوينال بوينت. الجزء ده ما بين السيمسس بيوبس او ما بين البيبيك تيبركل والايه التيرو سوبيريور اليك سباين. في الجزء اللي في النص ده هو ده المكان اللي بقدر احس فيه الفيمورال ارتري وهو ماشي. بتلاقي ماشي كده ويبدا ينزل لحد الرجل، تمام.
فلو انت بصيت كده تلاقي الدكتور حاطط ايديه مثلا او صابعين ما بين المفروض ان هنا عندك الانتيريور سوبيريور ايليك سباين، وهنا مثلا السيمسس بيوبس. فانت في الجزء في النص كده او شد خط في النص، هتلاقي انك في الجزء اللي في النص ده عندك او ماشي الفيمورال ارتري. تمام. فاول حاجه بالنسبه للسايت هو ميد انجوينال بوينت. يعني ايه؟ يعني ما بين الانتيريور سوبيريور ايليك سباين او عزيز، تمام، والبيبك تيبركل، والاثنين عباره عن بروز عظمي، سواء هنا بقدر احسه او هنا بقدر احسه. فببدا اشد خط في النص واحس الارتري ده. تمام. هاو تو اكزامين، ببدا احط مثلا صباعين او بحط 3 صوابع في الجزء ده في المكان ده يعني، وعادي ببدا احس عادي النبض بتاع الشريان. تمام. بس اخر حاجه وهو الدورسال سبيرس بالس. دورسال سبيرس يعني ببدا احس في مكان كده ما بين، شايف مشط الرجل الجزء ده، في عندك عظم كده ماشي في مشط الرجل. العظم ده اسمه الميتاتارسال بون، اسمه الميتاتارسال بون. تمام. العظمه اللي ناحيه جوه دي بتتسمى الفيرست ميتاتارسال. طيب اللي بعدها اسمها ايه؟ برافو، السكند ميتاتارسال. اللي بعدها السيرد وهكذا، ولكن ما يهمنيش، انا يهمني الفيرست والسكند. الشريان بقى اللي هو الدورسال سبيرس ده هو ماشي ما بين الفيرست والسكند، ماشي ما بين الفيرست ميتاتارسال بون والسكند ميتاتارسال بون، ماشي هنا في الجزء ده. عشان كده تلاقيني بحط صبعي ما بين الجروف اللي ما بين الفيرست ميتاتارسال والسكند ميتاتارسال بون. يبقى تاني، انا في عندي هنا عظم الفيرست ميتاتارسال والسكند ميتاتارسال، انا بحط ايدي ما بين العظمتين دول. تمام. فهو يعتبر ميد واي ما بين الفيرست والسكند ميتاتارسال. تمام. اثناء البيك تو اكستنتد عادي. هاو تو اكزامن، ببدا احس مثلا عن طريق بحط صبعين او بحط 3 صوابع في المسافه كده في النص، تمام، ما بين الفيرست والسكند ميتاتارسال، وببدا ان انا احس الدورسال سبيرس. تمام. وده يعتبر نوع من انواع طبعا البريفرال بالسيشن. بشوف يعني الدم وصل كويس هنا، وصل بالس كويس هنا، نبض كويس، ولا ايه الدنيا. فده يعتبر نوع من انواع البريفرال بالسيشن. تمام. يبقى تاني الخمس سايتس اللي اتكلمنا عنهم، رقم واحد كلمتك عن الكاروتيد بالسيشن، وقلت لك ان ده بستعمله جدا في حاله الطوارئ مثلا وفي حاجات تانية، ولكن هو مهم. وقلت لك ان انا مهم قوي ما تنساش ان انا بحط صابع واحد بس، وان مثلا الثumb الشمال بيقيس الكاروتيد اليمين بتاع العيان. تمام. تاني حاجه البريكيال بالس. البريكيال بالسيشن ده بيكون ميديا للبايسبس بتاع البايسبس تندون. تمام. تالت حاجه الراديال بالسيشن، وده الموست كومن، ده بستعمله كتير جدا. وقلت لك ما تنساش ان الصبع اللي بيقفل اللي هو الصباع بتاع ايدك ده اللي اسمه الثumb ده، او الاندكس، سوري الاندكس، ما تنساش ان هو بيكون لاترال عشان يقفل من الناحيه اللاترال. تمام. طيب بعد كده الفيمورال بالسيشن، وقلت لك انه بيكون ما بين نقطتين، ما بين البيوبيك تيبركل والانتيريور سوبيريور إليك سباين. تمام. رقم 5 الدورسال سبيرس، وده بيكون ما بين الفيرست ميتاتارسال والسكند ميتاتارسال بون. تمام. بس كده الحمد لله يا دكاتره، خلصنا السكشن بتاعنا. سكشن يعني انا عارف ان انا طولت فيه شويه، ولكن الموضوع ده هيكمل معاك طول حياتك. طول حياتك هتحتاج تقيس البلس لناس كتير وهكذا. فموضوع مهم، وموضوع مهم انك تكون عارف التريكات اللي فيه. حاولت اقولها لك. ربنا يوفقكم والسلام عليكم.